حماتي فضحتني لما دخلت عليا الشقه وشافت اللي انا بعمله من غير ما جوزي يعرف. حماتي عارفه ان انا جبت التوم بتاعي وفرزته خلاص وشلته في الفريزر. اول ما دخلت عليا ولقيتني جايبه كل كميه التوم ديت وعاملاها مقشراها وبدات ان انا افرمها في الكبه. بدات تقول لي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت جايبه كل التوم دوت وبتعمليه ليه؟ مش انت خلصت كميتك؟ جايبه تاني ليه؟ قلت لها لا ده انا هبيعه. قالت لي هتبيعيه يا لهوي وجوزك يعرف؟ قلت لها لا يا ماما استر عليا ما يعرفش، اديني بساعد في البيت، ما انت عارفه الدنيا كلها بقت غاليه، ده احنا جينا نجيب كيلو ونص لحمه الاسبوع اللي فات لقينا ب 500 جنيه، حرام يعني وهو ما عادش ملاحق على مصاريف البيت. قالت له هتساعديه بقى ازاي ان شاء الله؟ قلت لها بصي يا ستي الناس كلها دلوقتي بتفرز التوم، وفي موظفات كتير في المدرسه وفي في المستشفيات وفي ناس كتير مش عارفه تعمل الحاجات دي، ما عندهاش وقت. فالراجل اللي انا بتعامل معاه بيبيع لهم الحاجات دي، فاتفقت معاه ان انا ابيع له توم متفصص وتوم كمان مفروم. وبدات ان انا كده اعبي البرطمانات، هو اللي جاب لي البرطمانات ديت وعايز الكميات فيها زي ما الناس طلبت. المهم هيبقى ليا نسبه ونسبه حلوه. قالت لي ازاي بقى؟ قلت لها ما هو التوم النهارده الكيلو بكام؟ قالت لي ب 50 جنيه. قلت لها طيب الكيلو ده بقى ب 100 المفروم ده.